بيبدأ فيلمنا في الماضي فوق جبل بعيد، ووقتها بنشوف نارلين وزوجته أنيسكا وهم هربانين من مجموعة من العفاريت المرعبة وسط عاصفة ثلجية خطيرة في عربية بتجرها الكلاب. وبنعرف وقتها ان العفاريت دول اتباع مخلصين لوحش شرير متحول اسمه فوس. وفي اللحظة دي بنشوف فوس اللي شكله مخيف وشبه العنكبوت مليان غل وحقد، وبيأمر أتباعه اللي سلب أرواحهم وبقوا تحت سيطرته إنهم يدوروا على نارلين وإنسكا في كل مكان. ووسط الجو المشحون والعفاريت اللي بتجري وراهم بيحاول نارلين يخفف التوتر شوية ويقترح على إنسكا اسم للمولودة. إيه رأيك في توتة؟ فبترفض إنسكا وبتقوله أنا حامل مش بشتري قطة. وبيكمل نارلين بكل ثقة كأنه بيقدم فقرة في برنامج مواهب وبيقول لها طب إيه رأيك في فوفة؟ وفجأة بيظهر فوس قدامهم بشكل مخيف جدا، فبتحاول إنسكا إنها تقضي عليه بتعويذة سحرية وبتطلق عليه كرات الهارموني، لكن فوس مش بيتأثر وبيرد الهجوم عليها بموجة من السحر الأسود. وفي اللحظة دي بتحاول إنسكا تحمي نفسها بدرع سحر قوي، لكن هجوم فوس بيكون أقوى من أي درع وبيستنزف قوتها وبيغمى عليها. وفي الوقت ده بيتدخل نارلين وبيبدأ يعزف على الكمان، وبمجرد ما بتخرج النغمات بيتأثر فوس بقوة اللحن وبيبدأ يضعف وبيختفي. وبعدها بيحس نارلين وإنسكا بالأمان والراحة، ووقتها بيقول نارلين نسميها بيتي. فبتبتسم إنسكا وبتقوله الاسم عجبني. وبنرجع بعدها لوقتنا الحاضر جوه غرفة الموسيقى في المدرسة الإعدادية، وبنشوف الأطفال وهم بيعزفوا بعشوائية وفوضى وضجيج عالي جدا، وبيحاول المدرس إنه يسيطر على الموقف لكنه بيفشل. وفي اللحظة دي بتقف بنت بكل ثقة وهدوء، وبنعرف وقتها إنها بيتي، أيوة بنت نارلين وإنسكا، وبترفع الكمان وبتبدأ تعزف. وفجأة بيندهش الأطفال من حلاوة اللحن وبينسجموا جدا، وبيبدأوا كلهم يعزفوا معاها في تناغم. فبيعجب الأستاذ بالعزف وبيحيي بيتي. وبعد الحصة ما بتخلص بتخرج بيتي مع زمايلها نت وآبي، وبنعرف وقتها إن نت بيحلم دايما إنه يبقى موسيقار عالمي ويلف العالم بطيارته الخاصة، يعني حفلة في باريس وعشا في شبرا كده يعني. أما آبي فكانت أحلامها على الأرض أكتر شوية، وكانت معجبة بوينش فلات أخو بيتي الكبير، الكائن الكئيب اللي شكله طالع من فيلم رعب. بيتي كانت شايفة إن صاحبتها اتجننت، إزاي حد يعجب بواحد بيحب العتمة والزومبي أكتر من الشاي بالنعناع. وبعدها بيخلص اليوم الدراسي وبتيجي إنسكا وهي لابسة بورنيطة غريبة على راسها عشان تاخد بيتي، وبتتحاول تتصرف كأنها أم طبيعية وترحب بآبي ونت وبتقول لهم فين المكافآت؟ العيال بصوا لبعض بإحراج، مكافآت ايه دي؟ فبتشد بيتي أمها من ايدها وبتقولها بصوت واطي ماما بالله عليكي ممكن تبقي عادية شوية، وبعدين أنا كبرت وبعرف أرجع البيت لوحدي. وبعدها بتمشي بيتي قدام مامتها وبيرجعوا على البيت. وفي الطريق كانت بيتي بتعدي الطريق وهي سرحانة وحاطة السماعات في ودنها ومش واخدة بالها من العربية اللي جاية زي الطيارة سايقها ست كركوبة وكانت هتفرم بيتي. في اللحظة دي بتجري إنسكا وبتمسك بيتي وبيختفوا من مكانهم في غمضة عين ويعدوا الناحية التانية زي البرق، شغل سحر بقى. وبعدها بتعتذر إنسكا وبتقول لبيتي أسفة إني استخدمت السحر قدام الناس، لكن بيتي بتضحك وبتقول ده كان جامد قوي بصراحة. وبيكملوا طريقهم للبيت، وبمجرد ما بيوصلوا البيت بتحيي بيتي قبر جدتها، فبتطلع ستها ايدها من تحت وبتقول اهلا يا حبيبتي. في اللحظة دي بس اتأكدنا ان في العيلة دي الميت مش بيسيب الدنيا، ده بس بياخد بريك تحت الارض. وبمجرد ما بيدخلوا البيت ده بتسمع إنسكا صوت تخبيط وترزيع جاي من فوق، الكل بيشد نفسه، وفجأة بينزل زومبي مرعب شكله يوقف القلب ولسانه طويل زي فاتورة الكهرباء في الصيف. فبتصرخ بيتي لكننا بنكتشف انه مجرد دمية من اختراعات وينش فلات، جزء من تجاربه الغريبة على الزومبي. واخيرا بيظهر نارلين وبيقول له انت مش هتجيبها البر. وبعدها بتطلع بيتي اوضتها وبتقفل الباب وتهرب من دوشة البيت وتقعد على مكتبها تلون رسمتها بكل تركيز. وبعدين بتقف قدام المراية تبص لنفسها شوية وتبدأ تعمل حركات بإيديها كأنها ساحرة، وتقول بحسرة طفولية هو أنا ليه مش عندي قرارات سحرية زي ماما؟ أنا حتى لما بقول هبرة كدبرة القلم بيقع من إيدي. وفجأة بتتفاجئ بيتي بذلين غريبين وراها في المراية، وبتلف بسرعة بتلاقي إخواتها التوأم موربت والسايلنت واقفين في الضلمة كأنهم خارجين من فيلم رعب سويدي، وبيقولوا لها في نفس واحد يلا عشان العشاء جاهز. فبتترعب بيتي وبتقول لهم هو ده عشاء ولا طقوس تحضير عفريت؟
وطبعا بعد اللي حصل بنروح على السفرة وبنشوف بيتي وهي قاعدة متوترة كأنها في عزومة عند عيلة من كوكب تاني، وبتبص على التوأم تلاقي الأكل بيختفي وبيتقدم لهم كأن في شبح بيتصرف وهم قاعدين عادي جدا بياكلوا من غير ما يمدوا ايدهم حتى. فبتقرف بيتي وبتبص لهم بصدمة، وساعتها وينش فلات بيكسر التوتر ويضحك ويقول ده اسمه الهضم الخارجي يا جماعة، احنا ادفنسد شوية. والكلب بيشارك في الأكل هو كمان وبيطير له الطبق لحد بقه وبيقول بكل ثقة مش لازم ابقى بني آدم عشان اخد حقي في الأكل. ووقتها بتتضايق بيتي وبتحس انها غريبة في وسطهم، لكن الدنيا بتهدى شوية لما باباها بيفتح سيرة ألعاب كويك لاين، المسابقة الأكبر في المملكة اللي ما بيدخلهاش غير السحرة الحقيقيين. ووقتها بتلمع عيون بيتي بحماس وبتروح تجري على مامتها وبتقول لها أنا عايزة أحضر، حتى لو لسه ما عنديش سحر هتعلم بوعدك. لكن مامتها بتقول لها لسه بدري يا بيتي، دي مسؤولية كبيرة. وساعتها بيتي بتحس بخيبة الأمل، وخصوصا لما بتعرف إن كل إخواتها رايحين حتى الكلب وهي لأ. ووقتها بيتدخل باباها وبيطبطب عليها وبيقول لها كل إخواتك اتولدوا بالسحر، إنما انت اتولدتي بالحب يا بيتي. وبعدها بنشوف نارلين وهو قاعد في هدوء بيعزف على الكمان بنغمة فيها حنية، وساعتها بتدخل بيتي وبتقرب منه بهدوء بيبدأوا يعزفوا سوا مقطوعة هادية. في اللحظة دي بيبصلها باباها وبيلاحظ إن الحزن لسه ساكن ملامحها، فبيقول لها بصوت دافي يا بيتي السحر مش كل حاجة، الموسيقى ليها قوة مش أقل من السحر، يمكن أقوى كمان. في اللحظة دي بتشوف بيتي صندوق قديم جواه نوت موسيقية شكلها قديم قوي، فبتمد إيدها وبتاخد واحدة منهم وبتروح لباباها بكل براءة وبتقول بابا ممكن أعزف اللحن ده؟ فبيتصدم نارلين كأن حد دلق عليه مية ساقعة، وبياخد منها النوتة بسرعة وبيرجعها جوه الصندوق ويقفله بسرعة بتعويذة سحرية معقدة، وبيقول لها باباها بنبرة كلها غضب اللحن ده ممنوع نقرب منه، فاهمة؟ وبيطلعوا من الأوضة. وبالليل بتستنى بيتي الكل ينام والفضول مالي دماغها، وبتتسحب على أطراف صوابعها ناحية أوضة مكتب باباها، وبتعدي من جنب الكلب اللي بيتكلم وهو نايم، وبتوصل للصندوق القديم وبتحاول تفتحه بس مفيش فايدة، القفل عليه تعويذة سحرية معقدة ومش بيرضى يتحرك. في اللحظة دي بيظهر وراها فجأة وينش فلات وبيمسكها متلبسة وبيقول لها انتي مش عارفة ان الصندوق معمول عليه تعويذة؟ بطلي هبل. بس بدل ما بيمنعها بيضحك وبيقول بصراحة اقدر افتحه بشوية سحر بسيط. فبتفرح بيتي جدا وبتقوله طب يلا افتحوا بقى. وفجأة الصندوق بيطير لوحده وبيخرج من الشباك ويروح ناحية أوضة وينش، وساعتها بتروح بيتي لأوضة وينش اللي بيقول تعويذة غريبة ويحرك ايده بحركات كده، وساعتها الأقفال بتتفك والصندوق بيبدأ يتفتح ببطء. فبتندهش بيتي وبتمد ايدها بسرعة وتاخد النوتة اللي فيها اللحن القديم وترفع الكمان وتبدأ تعزف، وهي مش واخدة بالها انها بتفك طاقة خطيرة جدا، والنغمات بتملى الأوضة طاقة ساطعة ونقية، والشبابيك بتهتز والستاير بتطير وطيف سحر عنيف بينتشر بسرعة رهيبة زي عاصفة سحرية بتجري في كل الاتجاهات وبيوصل لأماكن بعيدة جدا. في اللحظة دي بيتي ووينش فلات بيتصدموا وبيرجعوا النوتة للصندوق بسرعة، وساعتها بيقول وينش لأخته بابا مش لازم يعرف باللي حصل، وبتاخد بيتي الصندوق وترجعه أوضة باباها، لكن بتكتشف ان قفل الصندوق مفتوح، فبتاخد النوتة معاها وبتقفل الصندوق وبتمشي وهي لسه مش مدركة اللي عملته. وعلى الناحية التانية بنشوف ملك شرير غامض أول ما بيوصل له أثر الطاقة السحرية اللي خرجت من عزف بيتي بيحس بهزة عنيفة في توازن السحر، كأن في حاجة قديمة صحيت من نومها، وبيقف في صمت ويتمتم بصوت تقيل اللحن رجع. ووقتها بيروح يبص في خريطة سحرية قديمة وبيشاور على نقطة فيها واللي بيكون نفس المكان اللي خرج منه اللحن. في اللحظة دي بينادي بصوت بارد على مستشاره فوس أنا سامع الاسم ده فين قبل كده. المهم بيقوله ابعتلي الجواسيس والعفاريت وفتشوا الأرض دي كلها، أنا عايز أعرف مين اللي عزف اللحن وبسرعة. وساعتها بنشوف الشباك بيتفتح وبتطير منه أسراب من العفاريت ناحية السماء رايحين يدوروا على السر اللي رجع. وتاني يوم الصبح بنشوف العيلة قاعدة على الفطار والجو هادي كأن مفيش حاجة حصلت، لكن ساعتها بنشوف فلات وعينه رايحة على بيتي كل شوية ومتوتر وكأنه عايز يقول بعينه اللي حصل امبارح يفضل سر بينا، مفيش حد يعرف لا بابا ولا ماما، تمام؟ فبتغمز له بيتي كده كأنها بتطمنه، بس الحقيقة كانت مخبية النوتة جوه شنطتها ومش ناوية تسيبها. في حاجة في اللحن ده مش سايباها في حالها، حاجة جواها بتشدها ليه أكتر وأكتر. وبالليل بنشوف عيلة بيتي السحرية وهم رايحين يحضروا حفلة موسيقية كبيرة معمولة في مدرستها، والدنيا هناك كلها نشاط وحماس. المسرح
المسرح الصغير مليان أهالي مدرسين وبيبدأ العرض، وبيتي متألقة كالعادة بتعزف كأنها مولودة بالكمان في إيديها، والناس كلها بتسقف بانبهار. وفي لحظة معينة بيلاحظ التوأم موربت وسايلنت إنه في حاجة مش مريحة، وبيلمحوا عفريت غريب واقف بيراقبهم وبيصورهم من بره القاعة، فبيتحركوا على طول ويخرجوا من القاعة وبيجهزوا نفسهم لأي حاجة ممكن تحصل. ووقتها بتلاحظ إنيسكا عدم وجودهم وبتبعت أخوهم يطمن عليهم، وبمجرد ما العفريت بيشوف فينش فلات بيطلع قوس سحري وبيوجه ناحيته، في اللحظة دي جوه القاعة بتوقف بيتي عزفها العادي وبتقول وسط اندهاش الجميع: المقطوعة دي من موطن عيلتي الأصلي. باباها ومامتها بيتصدموا وبيحاولوا يمنعوها، لكن نارلين بيهز راسه وبيقول إنيسكا بهدوء: سيبيها تعزف. وبتبدأ بيتي تعزف اللحن القديم، ولما النغمات بتنتشر في المكان اخواتها فجأة بيفقدوا قوتهم السحرية، والعفريت كمان القوس بتاعه بيقع وما بيقدرش يستخدمه. وبمجرد ما بيتي بتخلص عزف القوة السحرية بترجع لهم تاني، وساعتها الكلب بيهجم على العفريت، وبعدها بتظهر مامتهم وبيختفي العفريت فجأة كأنه ما كانش موجود. شغل عفاريت بقى. وبمجرد ما بيرجعوا البيت إنيسكا بتاخد بيتي على جنب عشان تفهمها غلطها، وبتقول لها: ازاي تعملي كده، انت سرقتي اللحن. لكن بيتي بتكون متضايقة جدا وبتقول لها: انا بس عايزة افهم ايه حكاية اللحن ده، ليه مخبيينه عني؟ وفي اللحظة دي بيبدأ السر الكبير يطلع للنور، فبتتنهد إنيسكا كأنها شايلة طاجن ستها وبتقول: اسمعيني كويس يا بيتي، زمان كان في حرب مرعبة بين السحرة وناس تانيين اسمهم كليف. السحرة كان عندهم أقوى التعاويذ، وكليف كان عندهم حاجة تخلي أقوى ساحر يترعب، وهي الموسيقى. موسيقى مش بس جميلة، دي كانت بتكسر أي تعويذة كأنها ولا حاجة. والحرب فضلت شغالة، نارها ما كانتش بتطفي لحد ما الطرفين اتبهدلوا وقالوا كفاية. وقتها عملوا هدنة واتفقوا إن السحرة ما يستخدموش سحرهم ضد كليف، وكليف ما يعزفوش اللحن المحرم تاني، وفضلوا عايشين مع بعض في أمان. وفي يوم من الأيام كانت إنيسكا مع باباها الملك على شط النهر بيغنوا سوا، والدنيا هادية، وفجأة بيظهر شاب اسمه نارلين في قارب صغير مع أخوه الكبير، وبيعزفوا على الكمان ولحنه يخلي الحجر يدمع. ومن أول نغمة قلب إنيسكا لعب بيانو، الحب حصل والقلوب دقت. بس الملك اتجنن وحضر تنين ضخم بتعويذة سحرية عشان يخلص على نارلين، لكن الولد ما كانش سهل وعزف نغمة قلبت التنين دخان. الملك اتفاجئ، بس بدل ما يهدى حكم على نارلين بالإعدام وكسر الكمان، وحبس كل عيلة نارلين في سجن القصر. وقبل تنفيذ حكم الإعدام بتقدر إنيسكا إنها تحرر نارلين وبتهرب معاه وبيسيبوا اللامكان، وبتقول لها: احنا جينا هنا عشان نبعد عن السحر، بعيد عن الحرب وبعيد عن اللحن، وده السر اللي عمره ما كان المفروض يتعرف. بس النغمة اتعزفت والحكاية لسه ما بدأتش. وبنروح بعدها لقصر ملك الصحراء جد بيتي، والجو هناك تقيل. فجأة الباب بيتفتح بعنف وبيدخل العفريت اللي كان بيراقب بيتي، شكله مهزوم، هدومه متقطعة وعليه آثار معركة باينة كأن حد فرمه بيمشي بخطوات تقيلة لحد ما يوصل للملك، وبيديله جهاز صغير شكله غريب. الملك بياخده وبيبص فيه، وهنا بنعرف ان العفريت كان بيسجل الحفلة صوت وصورة. وتاني يوم الصبح بنشوف بيتي قاعدة جنب قبر جدتها بتفضفض لها زي ما تكون بتكلم صاحبتها، وبتقول لها: انا مش عارفة اعمل ايه، بس في حاجة جوايا بتشدني لقدام. وساعتها بتجيلها فكرة من اللي يتقال عليها يا اما عبقرية يا اما جنان رسمي، اديها واحدة نو ريسك نو فن، وبتقرر انها تتعلم السحر بأي طريقة. وبيجي الويك اند وبنشوف وينش فلات والكلب السحري وهما بيستعدوا للسفر للألعاب الكويك لاين، وبيودعهم إنيسكا ونارلين على الباب. وفجأة بوابة سحرية بتتفتح، وبعدها بيدخل وينش فلات والكلب النفق الغريب اللي شكله بين محطة قطار وسنتر دروس مهجور. وفجأة بيوصل كائن أغرب من الخيال شبه القطار، لكن هو في الحقيقة دودة ضخمة، وبتفتح بقها وتبلعهم بلع. ووقتها بتستغل بيتي الفرصة وبتستخبى وبتدخل معاهم وبتتسلل وتركب الدودة من غير ما حد يحس. وبعد شوية بيوصلوا والدودة بتعطس وبتحدفهم كلهم في مكان متلج كأن فتحت الفريزر على آخره. وفي اللحظة دي عيون بيتي بتبرق قدامها قاعة ألعاب كويك لاين، مكان يوقف القلب من جماله. كائنات سحرية ماشية عادي، وحوش أسطورية، حاجات تحسسك إنك دخلت ملاهي بتديرها الجن والعفاريت شخصيا. وبين الزحمة دي بتتعرف بيتي على بنت لطيفة اسمها ميسا، واللي من أول كلمة بقوا صحاب كأنهم متربيين مع بعض من KG2.
وفجأة الدنيا بتنور والأضواء بتضرب والمسرح بيولع، وبتدخل ريجينا مضيفة ألعاب كويك لاين، والناس بتسقف كأنهم بيستقبلوا ليدي جاجا بس من عالم هاري بوتر. المهم بتبدأ أول مسابقة وهي أكل الفطير، بس مش فطيرة عادية، دي وحشة على هيئة فطيرة، تقرب منها يا تاكلك يا تاكلها، وكل المتسابقين بيترعبوا منها وبتلقفهم واحد ورا التاني. وساعتها بيدخل وينش فلات ومع الكلب بتاعه بكل هدوء وبيرمي تعويذة سحرية يصغر الوحش اللي فطيرة سايبن، والكلب بيبلعها كأنها سناك على السريع. ووقتها بتنبهر بيتي وبتقول أنا فعلا من عيلة سحرها جامد طحن. وبتيجي جولة تحدي الخوف، عناكب بحجم الكراسي، أفاعي بتزحف جوه المسرح والناس كلها بتجري ما عدا وينش فلات واقف زي الجبل، لحد ما بيطلع له شوية بالونات شبه عرايس طايرة، يقوم يصرخ ويستخبى والجمهور بيضحك، بس في الآخر بيخلص عليهم. بعد الجولة بتعرض ميسا على بيتي حاجة مجنونة وبتقولها تعالي أعلمك الطيران، فبتفرح بيتي وبتخاف، بس ميسا بتطمنها وبتديها تعويذة سحرية، وفجأة بتلاقي نفسها بتطير حوالين القاعة من بره وفرحتها ما تتوصفش. بس الفرحة ما بتكملش، انيسكا بتظهر فجأة وغضبها باين في عينيها، وبتمسك بيتي وبتقول لها انت بتعملي ايه، وبترجعها البيت. وهناك بتاخد مامتها قرار تقيل وبتقول لها من النهارده حبس في الأوضة. ووقتها بتغلي بيتي من جواها، مش بس علشان اتعاقبت لكن عشان بدأت تحس ان اللي جواها اكبر من اي أوضة تتقفل عليها. وتاني يوم الصبح بتصحى بيتي ولسه في دماغها التعويذة اللي اتعلمتها من ميسا، فبتجربها على دبدوبها المفضل وفعلا بتحركه من مكان بكل سلاسة وتلزقه على ازاز الشباك. وبتفرح جدا انها قدرت تستخدم السحر بنفسها، لكن وهي بتحاول ترجعه بتلاحظ حاجة غريبة، ميسا واقفة بره على عمود النور بتبصلها بنظرة فيها لغز. وقتها بتقرر بيتي انها تنزل وتقابلها، وفعلا بتخرج من البيت وبتروح معاها لوسط الغابة. ووقتها بتقول لها ميسا ركزي استرخي وغمضي عينيكي. بتاخد بيتي نفس عميق وبتسيب الطبيعة تدخل جواها، وفجأة بتحس بحاجة بتتحرك في كف ايديها، كرة نور صغيرة سحر نقي بتتكون قدام عينيها وتنور بلطف. وبيتي تهمس مندهشة أنا فعلا قدرت أعمل كده. وبيتقربوا من بعض أكتر لدرجة إن بيتي بتبدأ تحكي لها سر عمرها، وبتقول لها أنا وأهلي هربنا من اللامكان من ملك الصحراء نفسه. ميسا بتتصدم أول ما بتعرف الحقيقة وبتفضل ساكتة اللحظة كأنها بتحاول تستوعب، لكن بعدها بتقف جنب بيتي وبتدعمها أكتر. وتاني يوم بنشوف بيتي وهي واخدة ميسا معاها لمدرستها وبتعرفها على أصحابها، وبتشجعها ميسا وهي بتعزف على المسرح. ومع الوقت ميسا بتبدأ تعلم بيتي أكتر عن السحر، وبيتي بتندمج جدا لدرجة إنها بتبدأ تهمل الموسيقى. وبتلاحظ آبي إن بيتي ما بقتش بتحضر بروفات العزف زي زمان، وبتبدأ تقلق من اللي بيحصل. وفي يوم من الأيام بترجع بيتي البيت، وأول ما بتدخل بتلاقي وينش فلات والكلب بتاعه قاعدين بيحضروا لحاجة غريبة، فبتستغرب بيتي وبتسأل ايه اللي بيحصل. فبتقول لها مامتها دي تحضيرات عيد ميلادك يا بيتي، بكرة عملنا لك مفاجأة، عزمنا النت وآبي وكل أصحابك، وهيكون في حلويات مسحورة وألعاب سحرية وحاجة جامدة جدا. بس قبل ما تفرح بتكمل مامتها كلامها وبتقول بس في تعويذة صغيرة عملها وينش، أي حد يخرج من الحفلة هيتنسي كل حاجة حصلت، ما ينفعش حد من أصحابك يفتكر السحر ده. ووقتها بتتبخر الفرحة من وش بيتي وبترد بحزن طب إيه فايدة عيد الميلاد لو كل اللي حصل هيتنسي. وبتحزن بيتي، لكن الكلب بيحس بيها وبيروح وراها وبيقول لها انتي عندك حاجة ناس كتير بتحلم بيها، عيلة بتحبك وأصحاب وقلب مليان نغم، السحر مش دايما الحل، فكري في حاجة تفرحك. فبتقرر بيتي انها تخرج وتقابل ميسا، وبيطيروا سوا وسط السما زي ما يكونوا بيهربوا من كل حاجة، لحظة هادية دافية بتنسيها الزعل. وتاني يوم بيبدأ عيد ميلاد بيتي، وبتيجي الجيران وكل أصحابها ما عدا آبي ونت. ووقتها بنشوف البوابة السحرية اللي بمجرد ما حد يخرج منها بينسى كل اللي حصل، وبنشوف نارلين وهو واقف على الجريل بيسوي الهوت دوج، هو ده اللي هو فالح فيه. وفي اللحظة دي بتوصل آبي ومعاها كمان هدية جديدة لبيتي، هدية عيد ميلادها. وبعدها العيلة بتبدأ تغني هابي بيرثداي، بس بيتي وشها مش مبسوط، وفجأة بتقطع الغنى وتقول قدام الكل أنا اتعلمت السحر. وقتها العيلة كلها بتتجمد وبيتصدموا من كلام بيتي. وفي اللحظة دي بتظهر ميسا، فبتفرح بيتي جدا ووشها بينور من الفرحة وتجري عليها،
وبتقول لها ميسا أخيرا جيتي. لكن فجأة بتتغير ملامح ميسا وبتتحول لوحش مخيف. ميسا ما كانتش ميسا، دي كانت فوس. ووقتها بيتصدم كل اللي موجودين والمكان بيقلب في ثانية، وبيبدأوا يصرخوا ويجروا بره الحفلة زي فيلم رعب اتفتح على الهوا مباشرة. في اللحظة دي بتحاول بيتي تستجمع نفسها وبترفع ايديها والتعويذة على طرف لسانها، لكن مفيش حاجة بتحصل، السحر اختفى. ووقتها مامتها واخواتها بيقفوا حواليها يحاولوا يحموها، ونارلين بيرفع الكمان بتاعه وبيحاول يعزف اللحن اللي بينقذهم دايما. لكن فوس من غير ما يرمش بيمد ايده ويكسر الكمان نصين، وبضربة واحدة بيخفي عيلة بيتي وبيبعتهم لمكان غامض بعيد. وساعتها بنفهم ان قوة فوس مش مجرد سحر، ده حاجة اكبر من اي تعويذة واقوى من اي لحن اتعزف. ووقتها بتحاول بيتي انها تهرب من فوس، وفجأة بتتسحب داخل قبر جدتها اللي واضح انها كانت مستنياها، وبتقول لها اتمسكي بعيلتك، ما تخليش السحر لوحده يقودك. وبعد شوية بتطلع بيتي من تحت الأرض وهي متلخبطة ومرعوبة، لكن أول ما بتشوف البيت بتتصدم، كل حاجة اتدمرت، البيت بقى أنقاض، لحد ما بتلمح وسط الركام صندوق باباها، بتفتحه بإيد بترتعش وبتلاقي جواه اللحن المحرم. وفي اللحظة اللي بيتي بتكون فيها لسه واقفة وسط الحيطان، بتلاقي نت داخل وهو شايل الكمان بتاعه على كتفه، باين عليه إنه كان بيجري عشان يلحق، بيقول وهو بيبتسم أنا جيت متأخر شوية، بس لسه في وقت أقولك كل سنة وانت طيبة صح؟ بيتي وشها بينور وبتجري عليه وبتحضنه من غير ما تفكر، وبتقوله كنت مستنياك من بدري. وبتشد من ايديه الكمان وبتاخده على طول على الممر السحري اللي تحت البيت، وهناك بتكون الدودة العجيبة مستنياهم. وفي اللحظة دي بتنضم لهم آبي، وبيقرروا يروحوا هما التلاتة للامكان عشان ينقذوا عيلة بيتي، وبتاخدهم الدودة وبينطلقوا. وبعدها بتوصل بيتي وأصحابها لقصر الملك، وتحديدا جوه سجن القصر، وهناك بتشوف عيلة باباها محبوسين داخل السجن. ووقتها بتتعرف بيتي على عمها اللي شبه باباها، فبتطلع بيتي النوتة القديمة وبتقوله أنا مش جاية أهرب، أنا جاية أحرركم وهعلمكم تعزفوا اللحن من تاني بمساعدة نت وآبي. وبالليل بياخدها عمها لسرداب قديم مخفي، بيقولوا إنه بيودي للسجن اللي محبوسة فيه إنسكا مامتها. وبتدخل بيتي للسرداب، لكن أول ما بتوصل للزنزانة بيظهر فوس فجأة، وفي اللحظة دي مامتها بتحذرها منه، لكن فوس بيمد إيده وبيسحب بيتي معاه لقصر الملك. وبمجرد ما الملك بيشوف بيتي دمه بيحن ليها وبيعزمها على العشاء، وبيقول لها إنه هيعاقب عيلتها. وبتظهر سفرة العشاء واللي بيكون قاعد عليها عيلة بيتي ولكنهم مقيدين. ووقتها بيقرر الملك انه يعاقب نارلين وينفيه لمكان مخيف. وعلى الناحية التانية بنشوف آبي ونت وهم بيعلموا الكلاف الموسيقى. وبنرجع تاني لقصر الملك، ووقتها بيعين الملك بيتي أميرة الصحراء، وبنشوف الحراس وهم واخدين نارلين عشان ينفذوا الحكم وينفوه. لكن بيتي بتتدخل وبتأمرهم وبتقول سيبوا بابا دلوقتي، أنا أميرة مملكة اللامكان. الجميع بيندهش والجنود بينفذوا الأمر فورا. وفي لحظة مؤثرة بتحاول إنسكا تكسر أسود باباها، وبتغني أغنية كانوا بيغنوها سوا وهي صغيرة، وصوتها بيرج القاعة، والملك وشه بيرتجف. لكن فوس بيشتعل غضب وبيصرخ وبيقول كفاية غنى، وبيهاجم بيتي وعيلتها وبيحاول يسيطر على المملكة قدام الكل. لكن بيتي وسط الفوضى بتفتكر كلام مامتها قوتك الحقيقية في الموسيقى، ووقتها بتغني بيتي أغنية بتقدر توقف فوس عند حده، ولكنه بيستجمع قوته وبيرجع مرة تانية. وساعتها بيغضب فوس جدا وبيأمر أتباعه بإعدام نارلين. وفي اللحظة دي بيتدخل وينشفلات وبيقضي على عفريت من أتباع فوس بتعويذة سحرية. في اللحظة دي بيتمرد فوس ضد الملك وبيحاول يقضي عليه، فبتتدخل إنسكا وبتنقذه، وبيحاولوا كلهم يهربوا من فوس. في اللحظة دي بتوصل قبيلة الكليف بقيادة آبي ونت وبينضموا لبيتي، وبيبدأوا يغنوا مع بعض اللحن المحرم واللي صوته بيرج القاعة وبيكسر كل سحر الظلام اللي كان فوس نشره في المملكة. وبيتحول فوس لعنكبوت صغير بتقدر بيتي تحبسه بسهولة. الشر بيروح والمملكة بترجع للنور، والكل بيحتفل بانتهاء الكابوس، وبيبدأ عهد جديد من السلام. وبترجع بيتي مع عيلتها للبيت وبيعملوا حفلة عيد ميلاد تانية، بس المرة دي من غير تعويذ تمسح الذاكرة ومن غير أسرار، وبيعيشوا كلهم مع بعض في سلام وأمان، وسحر الموسيقى بيفضل دايم في قلب بيتي. وفي النهاية إذا عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وتعمل سبسكرايب لقناة موفي تونز وتفعل الجرس، وما تنساش لو بتحب الكرتون يبقى مكانك موفي تونز. وسلام.